جارێک تر سڵاتان لێبێ ئازیزان گەڕێنەوە بۆ لاتان بۆ پێشکەشکردنی ئەم چاوپێکەوتنە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق نوری المالكي. دولة الرئيس يعني هناك يتكرر كثيرا موضوع عدم الالتزام ببنود اتفاقية أربيل، ولحد الآن لا نعلم ما هي تلك البنود وعلى ماذا أنتم اختلفتم. هل مجلس السياسات الخلاف الوحيد أم هناك مسائل أخرى مع الأكراد؟ أنا راح أقرأ لك ما يتيسر له الوقت من اتفاقية أربيل. اتفاقية أربيل جوهرها الأساس هو تشكيل الحكومة وتشكيل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والوزراء، وهاي تمت. أول من خالف اتفاقية أربيل القائمة العراقية يوم انسحبوا حينما بدأنا بالتصويت على رئيس الجمهورية، وكان المفروض مثل ما صار التصويت على رئيس البرلمان بدفعة واحدة وكل احنا صوتنا، كان المفروض بالقائمة العراقية أيضا تصوت لرئيس الجمهورية، لكنهم انسحبوا واضطرينا نصوت مرتين حتى يفوز السيد رئيس الجمهورية. أول خلاف خرق لاتفاقية أربيل الذي لا يريدون أن يتحدثوا عنه، وكان جالس إلى جنبي الأخ مسعود وانفعل وقال ما هذا التصرف؟ قلت له خلي المسألة تمشي وبعدين احنا نتحاسب، لكن يبدو هذه نسيت. اتفاقية أربيل هاي بها الأساسيات: تشكيل الحكومة، رئاسة الوزراء، مناصب الرئيسية لرئاسة الوزراء، البرلمان، رئاسة الجمهورية، وفيها تفصيلات أخرى. الوزارات الأمنية أن تكون وزارة دفاع للسنة ووزارة الداخلية للشيعة، وإحنا ملتزمين بها والأسماء المرشحة هاي موجودة. فيها تمشية قوانين النفط والغاز، قانون النفط والغاز موجود من 2007 وإلى الآن بالبرلمان. فيها قانون العفو العام، وقانون العفو العام شرعناه هنا وديناه إلى البرلمان. فيها توازن، والآن نحن ملتزمون بالتوازن على مستوى من وكيل، مستشار، رئيس، وزير، هيئات مستقلة، هذه ملتزمين بها، والآن جاي نشتغل لمعالجة حتى المدير العام. لكن احنا اتفقنا عليه أن المدير العام الذي حصل على استحقاقه على الدرجة ما نقدر نقول له اطلع حتى جيب مكانك شيعي أو جيب مكانك كردي. هذا التوازن أيضا مستمر، والآن أنا عملت هذا التوازن في كليات الأركان وكليات الداخلية، الشرطة والجيش، أيضا توازن حسب المحافظات وليس حسب القوميات، حسب المحافظات أيضا موجود. وراح أودي قيادات الفرق ورئاسة الأركان وغيرها إلى ما عندنا مشكلة. كل شيء الآن من اتفاقية أربيل موجود. مجلس السياسات، مجلس السياسات سوينا مشروع القانون ماله وراح إلى مجلس النواب، لكن البند الأول ويتحدثون عن الاتفاقيات. أنا عندي اتفاقية موقعها دولة القانون ويا التحالف الكردستاني، خلي يطلعوها للناس ويشوفون الفقرة الأولى مالتها ايش مكتوب بها: الالتزام الكامل بالدستور وعدم الانتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي، أول فقرة. ولذلك قلت لهم هذه مثل عصا موسى، أي شيء تحطوه للتوافق ما لم ينسجم مع الدستور مرفوض. جاءوا بمجلس السياسات أرادوا أن يكون حكومة ثانية، اعترض البرلمان لأنه مخالف للدستور. وهنا تبدأ العلاقات الشخصية، فلان يريد أن يعمل مجلس السياسات من أجل أن يرضي فلان على حساب الدستور وعلى حساب المصلحة الوطنية، ما عندنا مشكلة. لكن حتى لو كان هناك قضايا لم تنفذ من اتفاقية أربيل لم نتنصل عنها وملتزمون بها ونضعها في سلم قائمة المشاكل. لكن المشكلة أنهم لا يريدون بقية المشاكل، فقط هذه الأمور. هذه الأمور نمضي بها، ولكن ماذا عن البقية؟ البقية هذه متروكة لا يراد لها أن تناقش. هناك من في دولة القانون يتحدث عن عدم دستورية بنود اتفاقية أربيل، يعني بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة الآن عرفوا أعضاء داخل دولة القانون بأن بنود اتفاقية. لا، خلي أصحح لك. أنا الآن قلت هذا المعنى. ماكو واحد في دولة القانون أو غيرها يقول عدم دستوريتها، لأنه الانتخابات، توزيع الرئاسات، الوزراء، كله دستوري، هذا ما بي إشكال. رفع قانون النفط والغاز وغيره وغيره كله دستوري، لكن فيه أشياء غير دستورية. ضربت مثل مجلس السياسات، ومثل قضية حرس الإقليم. حرس الإقليم الآن المشكلة اللي وقفتها 5-6 سنوات شنو هي؟ لوجود نص بالدستور يقول هذا من مختصات الإقليم. فما لم يتغير النص الدستوري ما راح نقدر نمشي ونصرف هاي المبالغ الضخمة لعنوان حرس الإقليم. إذن مو كل شيء في الاتفاقية مخالف للدستور، لا، هذا الفصل أو فصلين من عندها يمكن تكييفها وفق الدستور. حتى من نقول هي مخالفة للدستور مو معنى مرفوضة كليا،
ولكن مجلس السياسات ممكن أن يكون، لكنه بشرط أن لا يتعارض مع الدستور، والبيشمركة ممكن يكون لكنه بشرط أن لا يتعارض مع الدستور، وهكذا. كنا نتحدث عن مشاكل في العراق، لكن دعنا نتحدث عن مشاكل الحدودية مع إيران من جهة ومع تركيا من جهة. إقليم كردستان كثيرا ما يتعرض للهجوم من قبل تركيا ومن قبل إيران بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني وبيجاك. يعني هل تستطيع الحكومة الاتحادية وقف هذه الهجمات؟ نعم تستطيع، ولكن أن تكون الحكومة الاتحادية موجودة. أما أنها غير موجودة وباللاسلكي تعالج الأمور قطعا لا، ولذلك ردنا نشكل فرقتين جبلية هناك وفرق قوية وجيش عراقي يكون متواجد من أجل أن يكون حماية لحدودنا، منع التسلل ومنع تعريض المناطق الكردية والشعب الكردي إلى هجوم سواء كان من تركيا أو من إيران. ولأن وجود معارضة للدولتين في هذه المنطقة بطبيعة الحال يجر إلى مواجهات ويجر إلى قصف ويجر إلى معاناة الشعب الكردي نتيجة. لكن إذا أريد لهذه الحدود ولهذه المشكلة حل، لابد أن تكون الحكومة الاتحادية هي صاحبة الكلمة في هذا الموضوع، لأنه الشأن الحدودي والشأن السيادي هي مسؤولية الدولة الاتحادية. حتى وجود وأي اتفاق مع إحدى هذه المنظمات على الأرض العراقية ليس من حق الإقليم، هذا حق الحكومة، لأن هذه سيادة، والسيادة مسؤول عنها الحكومة الاتحادية وليس حكومة الإقليم. الآن أسمع عن اتفاق مع تركيا حول حزب العمال يتواجد ما يتواجد، هذا ينبغي أن يتخذ القرار عبر الحكومة الاتحادية، باعتبار احنا مسائل السيادة والسياسة الخارجية والثروات والأمن مركزي وليس موزع على المحافظات والأقاليم. أما أن يعقد اتفاق بين حكومة الإقليم وبين تركيا وبين إيران وبين أي دولة أخرى، طبيعة الحال الحكومة حينما لا تكون مشاركة فيه وحينما لا يكون معها وحينما يكون خرق للدستور والسيادة، تكون هذه النتائج التي قد تنتهي بغير صالح الشعب الكردي. هناك من يقول بأن السبب الخلاف المستمر بينكم وبين رئيس الإقليم بالتحديد بسبب قرب رئيس الإقليم من تركيا وبعض الدول، وإنكم لديكم علاقات قوية مع أمريكا ومع إيران، فلهذا أنت ما محتاج لأن يكون لديك حلفاء داخل العراق. بالعكس، أنا قوتي وقوة العراق في تحالف أبنائه وليس في تحالف أبنائه مع الآخر. هاي النظرية اللي يعملون بها، هذا يتحالف مع تركيا وهذا يتحالف مع الفلانية، وهذا قوتي وقوة العراق وقوة العراقيين أن يتحالفوا فيما بينهم ويتفقوا على أساس بلدهم موحد وهم شركاء والدستور دستورهم. ثانيا، شنو عندي مشكلة أنا مع تركيا؟ بالعكس، فتحت كل الآفاق للشركات التركية والعلاقات التركية، وذهبت وجاءوا واجتمعنا وشكلنا لجنة عليا، والآن الشركات التركية تعمل دون قيد أو شرط من شمال العراق إلى جنوبه. ما عندنا مشكلة مع تركيا احنا، بالعكس سياستنا الجديدة في العراق الجديد هي فتح آفاق وبوابات العلاقات الخارجية مع جميع دول العالم. لا نعادي دولة. ولماذا نعادي تركيا؟ تركيا بلد جار ولنا معها حدود ومصالح مشتركة، والآن ميزان التبادل مالنا 13 14 أو 15 مليار. ولماذا نعادي إيران؟ أيضا بلد جار و1300 كيلومتر بيننا وبينهم، وعندنا أيضا استثمارات 10 مليارات دولار. ولماذا نعادي أمريكا؟ ولماذا نعادي السعودية؟ لا نعادي أحدا. ثانيا، علاقتنا مع تركيا قبل يوم كانت علاقة مسعود البرزاني متشنجة مع تركيا، احنا علاقتنا طيبة. يوم كانت تركيا تتحدث بشيء من القوة في مواجهة حزب الديمقراطي الكردستاني وإقليم كردستان، كانت علاقتنا طبيعية وكنا نمارس هذا الدور التغييري. لا علاقة لموضوع علاقتنا مع تركيا، إنما حصلت بعض المواقف والتصريحات التي لا تمت إلى قضية احترام متبادل بين الدول. أما أن يكون على حساب الحزب الديمقراطي أو على حساب الإقليم، أبدا. سوف لن نذهب مع أي دولة لكي نستقوي بها على حساب أحد مكونات الشعب العراقي. إحياء الاتفاقيات السابقة التي أبرمها حكومة صدام حسين توحي بأنها بالتحديد اتفاقية الجزائر التي جرى الحديث عنها، يعني توحي باعتبار أن الحكومة الاتحادية قد وشخصكم قلتم بأنكم
من أهم الخطوات التي تقومون بها في وقت قريب هو إحياء هذه الاتفاقية أو حل مشاكل هذه الاتفاقية. ففسر في إقليم كردستان بأن إحياء هذه الاتفاقية لضرب الأكراد. ما مدى صحة هذا؟ أنا صراحة ما أعرف بالاتفاقية شيء لضرب الأكراد. ثانيا، الاتفاقية مناقشتها بيد وزارة الخارجية ووزير الخارجية كردي، وهو المسؤول عن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات. من المسؤول الآن عن الحوار بيننا وبين الكويت؟ الأخ هوشيار وزير الخارجية ومعه فريق. ومن المسؤول عن الحديث عن الحدود والمائية والبرية والنفطية مع إيران؟ هوشيار مسؤول عنها. فليسألوا هوشيار على الأقل ليش يستعجلون يروحون للإعلام ويثيرون مثل هاي الضجات وهاي المشاكل. احنا نقول دائما بأن صدام حسين خلف لنا أزمات وعبرنا عنها أزمات، بعضها داخلية، هذه القضايا، المقابر الجماعية والاعتقالات والأنفال والأسلحة الكيميائية والفتنة الطائفية والعنصرية، وبعضها خارجية مثل احتلال الكويت والقرارات الدولية التي صدرت لصالح الكويت. هل نحن صنعنا هذا القدر؟ ومنها اتفاقية 75 اللي سواها صدام حسين ومزقها، ثم رجع مرة ثانية اعترف بها وسجلت بالأمم المتحدة. الكلام عن هذه، نحن نبحث عن حلول لتحرير العراق من هذه الاتفاقيات المكبلة، ولا أعتقد أن ما في اتفاقية 75 ما يضر بالكرد أكثر مما قد يضر في قضية المصالح الأخرى والمياه، لكنه تحتاج إلى مناقشة، والمناقشة ما راح تكون إلا عبر وزارة الخارجية. لكن من الذي جاء بهذا الكلام؟ ما تحدثنا عن اتفاقية 75 نحن أبدا لم نفتح هذا الملف. إنما هناك لجنة ما أدري شو يسموها مشتركة بين العراق وإيران لتثبيت الحدود البرية النفطية، وإجت وزارة الخارجية بموجب خبرائها قالوا هذه الحدود وفق القياسات السابقة الدقيقة 100%، ثبتوها إذن ما دامت هي لم تتغير. أما باقي القضايا لم تناقش ولم تطرح اتفاقية 75. إنما أنا أعجب على الأخوة الكرد وليس جميعا على من يثيروا مثل هذه المشاكل. لماذا؟ لا تسلحون الجيش العراقي، لا تسلحون، لا تقون، لا تبيعون نفط، لا تستوردون، لا تدخلون، شنو المصلحة بمثل هذا المنطق؟ ليش تثيرون هيك قضايا وأنتم تعلمون إثارة مثل هكذا اتفاقية وهكذا أجواء منعكساتها في هذا الوقت كم هي على الجميع، سواء كان فيها إيجابية أو فيها سلبية. كررتم تكرارا الموضوع أن ليس جميعا الأكراد. هل من خلال هذه الأزمة اكتشفتم بأن هناك خلاف بين القوى السياسية حول إدارة الأزمة؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن خلاف، ولكن أريد أن أتحدث عن وجود تعقل وحكمة ووجود تهور. فقطعا أنا صديق المتعقلين والحكماء، ولا أقبل على المتهورين لأنهم سيعرضون الشعب الكردي إلى خطر ويعرضون العراق. هذا الفرق. لا أريد أن أدخل وأختار وأنتقي، وإنما قطعا كل إنسان يختار العقلاء، يختار الحكماء، يختار الذين يميلون إلى الحلول والهدوء، ولا يختار الذين يتجهون نحو الحروب والمغامرات وإثارة المشاكل والأجواء. كيف ترى الدور الإقليمي في حسم الخلافات الداخلية؟ هل لديهم تأثير؟ والله ما تعقدت القضية الداخلية إلا بسبب الدور الإقليمي، ومن يكون سبب في تأزم الأوضاع الداخلية سوف لن يكون سببا في علاجها، ولا تعالج أبدا، وليذهب من يذهب إلى أي مكان بالدنيا، لا تعالج إلا هنا. اليوم هناك من يدير الأزمة في العراق بصورة عامة، يعني هناك من يقول بأن الشخصيات الرئيسة في إدارة هذه الأزمة دولة رئيس الوزراء المالكي وعلاوي وكذلك بارزاني والسيد مقتدى الصدر. هل هؤلاء يستطيعون حسم ما يحدث الآن في العراق؟ المسألة يستطيع أن يحسمها أبسط عراقي، ما تحتاج إلى قيادات. أبسط عراقي يستطيع حسم الأزمة. يقول يا جماعة العائلة الواحدة يصير عندها اختلاف في وجهات النظر،
لكن أكو موازين يقعدون يتفاهمون عليها. أكو كل واحد يدعي عنده إشكال على الآخر. تعالوا قعدوا وعرضوها، وعندكم دستور، شوفوا الدستور شو يقول، عالجوها. ما تحتاج إلى قيادات، إنما أنا ما أحب أن نكون نبرز كقيادات وكأننا ندير أزمة كبرى في البلد. هي بسيطة جدا. أنا عندي إشكال عليك، عندك إشكال علي، تعال خلينا نقعد نتفاهم. هسه هم يجوز من خلالكم أعرض أقول يابا إذا ما تحب تقعد وما تحب أشوفني ولا أحب أشوف شكلك، وهذا قطعا لا، أنا أرحب بهم جميعا وأحب أجلس معهم وأحب أن أتداول وأتناقش ويبقون أصدقاء رغم كل الذي يحصل. وأنا أميز بين الصداقة الشخصية وبين العمل. إذا ما تحبون واحد يشوف وجه الآخر، ودوا لي بالله مشاكلكم شنو اللي علي، وأنا هم أودي لكم مشاكل اللي عليكم ونعرضهن بالإعلام. أنتم حلوا الإشكالات اللي أنا أقدمها وأنا أحل لكم الإشكالات اللي تقدموها. أليس هذا منطق؟ ابعثوا لي قائمة بالإشكالات اللي تردوها وأنا جاوبكم عليها، وأنا هم أبعث لكم قائمة تجاوبون عليها. إذا ما تحبون تقعدون قعدة واحدة، لكنه أنا ما أشوف أن نجتمع في الاجتماع الوطني، وهذا ما نلح عليه ونصر عليه، لا نرى بديل عنه، لأنه أولا وجه لوجه، ثانيا مناقشات تصير، ثالثا إشكال وإجابة الإشكال، 4 استعراض لكل المشاكل وتنتهي القضية وتنتهي بيوم واحد. هاي الأزمة التي فيها جعجعة مصطنعة لأغراض أخرى، في مقدمتها هاي الحكومة يكون ما تنجح وتوفر خدمات. هناك من يتحدث عن وضع حقوق الإنسان في العراق. نعم. يقول بأن وضع حقوق الإنسان سيء، وتصريحات طارق الهاشمي الذي أشار بأن أفراد حمايته تعرضوا للتعذيب. كيف تعلق؟ يؤسفنا أن المراقب لوضع حقوق الإنسان في العراق وللحريات وللديمقراطية، ويقولون البلد الديمقراطي المستقر هو العراق، ولكن البعض يريد أن يطعن بهذا المبدأ. كيف يمكن أن نسمع اعتراضات لمتهم هارب؟ أنا أعجب للإعلام وللسياسيين، هو متهم وقضيته في القضاء واتهامه خطير وكبير. ماذا يقول الهارب المتهم غير يطعن بالقضاء والتحقيق صار بدون كذا وبالتعذيب؟ هذا طبيعي جدا، وبإمكانه أن يأتي ويكون شجاعا هو ومن يقف خلفه ويقف أمام القضاء ويقول هذا تعذيب وهذا حقيقي وهذا كاذب. اليوم العراق واحة من واحات التصرف وحقوق الإنسان. شوف الحريات، شوف الفضائيات، شوف الناس كم تتحدث وتتظاهر وتنظم. لكنه أنا أيضا معكم أقول يوجد بقايا من النظام السابق أو من العقليات الجديدة التسلطية تسيء، أنا لا أنكر ذلك، يسيئون بالأمن ويسيئون في الدوائر وهذا يفسد، هذه موجودة. حتى لا يقال أنه أنت تقول عن أنه هاي جنة عدن صارت العراق، لا يزال بعض السيئين، ولكن إجراءاتنا القانونية القضائية العقابية بحقهم شديدة، وإن شاء الله ينتهون، لأن دول كلهم من موروثات النظام السابق ومن الذين جاءوا جدد ويحملون في أذهانهم بعض التصورات الخاطئة. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء. إذا تحب بس كلمة أخيرة للشارع الكردي رغم أنك بعيد عنهم. يعني أنا لست بعيد عن الشعب الكردي ولا عن الشارع الكردي، عشت معهم كثيرا، أحببتهم بصدق، وجدت أنهم شعب طيب وبريء وشعب ودود ويحب العلاقة والصداقة. وأنا منذ أيام التي كنت فيها أشعر بمظلومية هذا الشعب وجريمة الأنظمة التي كانت قد مارست العنف بحقه، وكنا من المؤيدين الأشداء لمطالب الكرد وللثورة الكردية. واليوم أنا سعيد أن أرى كردستان تنمو وتتطور ويستقر فيها الشعب الكردي، ومتمنيا له أن تكون له من الحرية والديمقراطية كما لبقية الشعب العراقي. وهذا هو الشأن الذي أتمناه للشعب الكردي: الاستقرار، الأمان، الرفاه، التطور، وأن يعيش فعلا في بلد يتساوى فيه مع غيره، وأن يحظى بإدارة هذا الإقليم، أن يحظى بإدارة تضع مصلحة الشعب الكردي وفقراء الكرد وحريات الشعب الكردي في سلم أولوياتها، من أجل أن يكون الشعب الكردي فعلا قد عوض عن المعاناة الشديدة وعن الحرمان وعن الاضطهاد وعن الظلم. ويجب أن نعمل نحن وهم
من أجل أن لا تعود أيام المحنة للشعب الكردي، ولا تعود المعاناة، ولا تعود عليهم دكتاتوريات، ولا تعود عليهم الاعتقالات والتعذيب والقتل، لأن هذه أصبحت واحدة من معالم المرحلة، معالم مرحلة الشعوب، نسمينها الربيع العربي ويسمونها الربيع الفلاني. الشعوب سوف لن تسكت بعد وستبقى تطالب بحقها أن تكون حرة وشريكة. وأتمنى للشعب الكردي أن يكون أيضا كما يحب هو أن يكون له، وكما نحب نحن له أن يكون. وأنا أشيد بكل القيادات التي تضع نصب عينها في كردستان لمصلحة الشعب الكردي ولمصلحة هذا الإقليم. شكرا جزيلا لك. عزيزان تا برنامج تر و چاوپێکەوتنێکی تر هەر شاد بن.